في نهاية الثمانينات كان الاقتصاد الليبي يمر بواحدة من أصعب مراحله. العقوبات تضغط، الإيرادات تتراجع، ومشاريع في الداخل بدأت تتوقف. الخزينة الليبية وقتها كانت تعاني فعلا، لكن فجأة وفي أقل من سنة تقريبا تغير كل شيء. دخلت مليارات إلى الدولة الليبية، السيولة رجعت للسوق، وبدأت المشاريع تتحرك من جديد داخل وخارج البلاد. السؤال هنا، هل ليبيا اكتشفت نفط جديد وقتها؟ لا، السبب كان أزمة بعيدة آلاف الكيلومترات عن ليبيا، أزمة غزو العراق سنة 1990. يومها توقف جزء كبير من النفط في السوق العالمي، وارتفعت الأسعار بسرعة، والعالم بده يبحث عن البدائل، وكان واحد من أهم هذه البدائل هو النفط الليبي. اليوم وبعد أكثر من 30 سنة العالم يعيش توتر جديد في نفس المنطقة، التوتر في الخليج، والحديث عن إغلاق مضيق هرمز، والخوف من توقف جزء كبير من النفط في العالم. وهنا يرجع السؤال من جديد، هل التاريخ قاعد يعيد في نفسه؟ وهل ليبيا اليوم قدام الفرصة اللي جتها في التسعينات؟ ليبيا تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا. تقديرات هل بتشير إلى أن أكثر من 48 مليار برميل هو احتياطي ليبيا النفطي تحت الأرض. لكن اللي يخلي النفط الليبي مهم ليس الكمية بل الموقع. ليبيا قريبة جدا من أوروبا، والموانئ الليبية تطل مباشر على أوروبا، وهذا يعني أن النفط الليبي حيوصل مباشر للأسواق الأوروبية وبأقل التكاليف. ولهذا السبب كل ما صار توتر كبير في الخليج تتجه الأنظار العالمية إلى ليبيا، مش لأن ليبيا دولة قوية اقتصاديا اليوم، بل لأن موقعها الجغرافي يخلاها ورقة مهمة جدا في سوق الطاقة العالمي. شو اللي يمكن تستفيد ليبيا والمواطن الليبي من كل هذا؟ أسعار نفط في ارتفاع فعلا، ولو استطاعت ليبيا الحفاظ على إنتاج أو زيادة الإنتاج فإن العائدات المالية يمكن أن ترقى بشكل كبير. وهنا تظهر 3 فرص اقتصادية مهمة. الفرصة الأولى تقوية الاحتياطي النقدي للدولة. كل ما زادت عائدات النفط زاد احتياطي العملة الصعبة، وهذا يعطي الاقتصاد قدرة أكبر على الاستقرار. تحسين قيمة الدينار الليبي، لما يتوفر الدولار بكثرة يقل الضغط على العملة المحلية، وهذا يساعد في استقرار سعر الصرف. الفرصة الثالثة هي إغلاق الدين العام وإعادة الاستثمار داخل البلاد في البنية التحتية وفي الخدمات وفي الاقتصاد الحقيقي. بمعنى آخر، ارتفاع أسعار النفط يمكن أن تكون فرصة لإعادة تحريك الاقتصاد الليبي. هنا لازم نكون واقعيين، النفط بروحه ما يصنعش اقتصاد قوي. ليبيا مرت بتجارب هلبة ارتفعت فيها أسعار النفط، لكن المواطن العادي ما حسش دائما بالفائدة. المشكلة الحقيقية مش في النفط، المشكلة في الإدارة وفي الاستقرار وفي وجود مؤسسات قوية. الشركات العالمية ما تستثمرش المليارات في بيئة غير مستقرة، ولا في دولة يمكن توقف الحقول النفطية في أي وقت بسبب صراع سياسي. ولهذا السبب التحدي الحقيقي اليوم مش فقط في بيع النفط وزيادة الإنتاج، بل في بناء ثقة المستثمرين وثقة الأسواق العالمية. في النهاية العالم اليوم يعيش مرحلة تغيرات كبيرة، والأزمات الجيوسياسية تعيد رسم خريطة الطاقة في العالم، وفي مثل هذه اللحظات تظهر الفرص. ليبيا تملك الموارد وتملك الموقع، لكن السؤال الحقيقي، هل نقدر نستثمر هذه الموارد الاقتصادية ولا هنضيع الفرصة زي ما ضيعنا هلبة فرص قبل؟ الجواب مش حيجي من الخارج، الجواب يبدأ من داخل ليبيا نفسها. شو رأيكم أنتم؟ هل يمكن تستفيد ليبيا والاقتصاد الليبي من التغيرات اللي صايرة في العالم وفي سوق النفط؟ شاركونا في التعليقات. حفظ الله ليبيا من كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.